بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم الأستاذ خالد النجار، محاضر اللغة الألمانية. النهاردة وبالتحديد المرة دي هنتكلم عن حاجة من الحاجات المهمة جدا 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 من قواعد اللغة الألمانية. طب هي ايه يا خالد؟ هي حروف الجر، واللي من خلالها هنقدر نحط ايدينا على أول سلمة من سلالم القواعد. بس يا ريت تبحثوا عن الفيديوهات القديمة وتراجعوها، اللي هي عن النوميناتيف والاكوزاتيف والداتيف. الفيديوهات شيقة جدا وممتعة كمان. علشان اللغة الألمانية يا جماعة أنا بقول لكم ليه تراجعوها، عشان الألماني ده عامل زي السلسلة بالظبط. لو في حلقة فقدت أو وقعت من السلسلة دي، السلسلة كلها هتبوظ. كله يبص معايا على السبورة. دي حروف الجر اللي قدامكم اللي بتعمل داتيف. ايه هي؟ اوس ومعناها من، مت معناها مع او بي، ناخ الى، زايد منذ، باي عند او في، في للاعمال برضو. انا شغال في توشيبا او الباي. فن معناها من، سو معناها الى، اب ابتداء من. طيب دي حروف الجر اللي قدامكم اللي بتعمل داتيف. يعني ايه بقى بتعمل داتيف؟ السؤال اللي مجنن الناس. بتعمل داتيف يعني لو حرف جر ده اللي اسمه اوس دخل على الاسم ده، اشوف اسم ده اداته ايه. لو اداته دير هتتحول لديم. طب لو اداته دس حولها لديم. لو اداته دي حولها لدير. لو اداته دي جمع هتحولها لايه؟ لدين، وحط ان كده في نهايه الايه؟ الاسم. خلاص حته او مساله بتعمل داتيف يعني ايه؟ يبقى اوس بيعمل داتيف. اوس من حروف الجر اللي بتعمل داتيف. يعني ايه داتيف؟ يعني غير ادوات الاسم الاصليه. طب قصادها ايه في العربي؟ قصادها الكسره. كسره يعني ايه؟ دي علامه اعرابيه، علامه الجر. طب هنا في مجرور، ده هو مجرور اهو، اللي هو الشرانك. مجرور بايه؟ مجرور بحرف الجر. طب وعلامه الجر ايه؟ علامه الجر تغيير الاداه دير الى ايه؟ الى دير. طب فين دير هنا؟ ده شرانك اداته دير، حولناها الى دير. طب مين اللي عمل كده؟ اوس. مين اللي عمل كده؟ اوس. طب اوس ده استخداماته ايه؟ هل هو معناه منه وخلاص؟ لا، ده ليه استخدامات. اول استخدام لاوس ياتي لمسقط الراس والجنسيه. انا جنسيتي مصري، او انا جنسيتي قاهري، اقول اشكومي اوس كايرو. يبقى اول استخدام لمسقط الراس والجنسيه. اول ما تقول لحد كده هيعرف على طول ان انت مولود في القاهره. Der Roman stammt aus dem Jahrhundert معناه قرن ال18. الروايه دي، رومان يعني روايه، راجع تاريخها لي. يبقى اوس معناها ايه؟ يرجع تاريخها الى، يرجع تاريخها ايه؟ الى، او منذ زمن. اوس. طيب الاستخدام الثالث ياتي اوس او يستخدم اوس لما تقول ايه مثلا؟ الشيء ده مصنوع من الماده دي. زي ايه؟ كيتا است. كيتا يعني سلسله، است بتكون. اوس مصنوعه من ايه؟ من الجلد. جلد يعني ذهب. الشنطه مصنوعه ايه؟ اوس جلد. الترابيزه مصنوعه اوس هولز الخشب. يبقى اوس معناها برضو استخدام اخر بمعنى مصنوع من. طيب الاستخدام الثالث الرابع والاخير، فاطمه برينكت دين مانتل اوس ديم شرانك. استخدم اوس لاستخراج شيء من الداخل للخارج. طب ايه هو الشيء؟ المانتل كان في الدولاب وطلعته بره. يبقى استخدم اوس هنا بمعنى استخراج شيء من الداخل للخارج. اوس 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 ده اول حرف جر من حروف الجر اللي بتعمل داتيف. والمره الجايه ان شاء الله هنشرح بيت. اشوف وشكم بخير ويا رب تكونوا فهمتوا. السلام عليكم. خالد النجار.